السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم القشطة بتاعت حلاوة المولد. كنا عملنا امبارح الحمصية والسمسمية والفولية بطريقة سهلة جدا. اتمنى تكونوا شفتوا الفيديو، ولو ما شفتوهوش اتمنى تشوفوا قناتي، قناة شيف اسماء حليم. يا رب الفيديوهات بتاعتي تعجبكم. هنعمل النهاردة القشطة بطريقة سهلة جدا جدا. امشوا معايا على الخطوات. معايا في البداية كده كوباية ونص من السكر، وكمان ربع كوباية من المية، ويا ريت تحطوها في الجناب زي ما انا عملت كده. هنحط عليها معلقة كبيرة من ماء الورد او ماء الزهر. هحط عليها كمان معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر عندك عسل جلوكوز ممكن تحطي عسل نحل عادي جدا، هيبقى حلو جدا برضو. بس انا من رأيي الشخصي عسل الجلوكوز طبعا مهم جدا في الحلويات بتاعتنا، بيديلها قوام كده حلو قوي، فأتمنى يكون متوفر عندك. والبطرمان مش غالي جدا، ممكن نجيبه ونخليه ونعمل منه كذا حاجة كمان. هديها تقليبة كده بسيطة وبعد كده هاخدهم على النار على طول. هنديلها تقليبة كده زي ما انتوا شايفين، وايدي طبعا بتقلب كده في النص. لو جت قطعة سكر على جوانب الحلة على طول تشيليها بالفرشة وما تسيبيهاش عشان ما تسكرش وتبوظ الخليط كله. فلازم تكوني مخلية بالك من الخطوة دي سر من اسرار نجاحه بالظبط زي ما انا بقولك كده. ادينا لها تقليبة بسيطة ومش هنكتر في التقليب. في طبق تاني كده هحط فيه معلقتين كبار من الجيلاتين البودر. طبعا الجيلاتين ممكن تجيبيه من عند اي عطار، ان شاء الله هتلاقيه متوفر كتير جدا، فيعني هتلاقيه بسهولة ان شاء الله. هحط عليهم نص كوباية من المية وهقلبهم كويس مع بعض كده، مية عادية من الحنفية. هنقلبها تقليبة وهسيبها كده على جنب. في الوقت ده كان الشربات غلى معايا، يعني بقاله حوالي 3 دقايق بالظبط. فهبدأ اختبره معاكم زي ما انتوا شايفين كده. حطيت قطع بسيطة وببدأ اشوفها، بلاقيها كده سايلة شوية، يبقى كده لسه ممكن اسيبه شوية. شوفولي القوام بتاعها عامل ازاي، ده يدل ان هي لسه ما استوتش بالطريقة اللي انا عايزاها. هسيبها على النار تاني، وخلوا بالكم ما بين نجاح وفشله خطوة واحدة بس. يعني من بعد الغليان بتسيبيه 3 دقايق، وبعد ال3 دقايق بتبدأي تختبريه زي ما وريتك كده. بعديها بدقيقة كده خدت قطعة تانية وبدأت اختبرها، عملت معايا كتلة وبقيت بالشكل ده. انا كده خلاص اتأكد ان الخليط بتاعي ناجح تماما وبقى حلو جدا. مجرد ما عملته ولقيته بالشكل دوت على طول اطفى عليه البوتاجاز، ما سيبهوش ولا دقيقة تانية. بدأت دلوقتي انقل خليط الجيلاتين في بولة كبيرة، وكمان كان الشربات جاهز معايا. فانا جهزت المضرب بتاعي وبدأت كده ادي ضربة خفيفة جدا، يعني يا دوبك بس فككته من بعضه للجيلاتين. وبعد كده هبدأ اضيف الشربات بتاعي تدريجيا وهو سخن مولع، يعني يا دوبك نزلته من على النار على الجيلاتين على طول. انا بنزله خيط بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، يعني خط رفيع جدا وانا شغالة بالمضرب. طبعا انا كده بدخله كمية هوا محترمة، وكمان بساعده ان هو يعني ياخد وقته براحته في الارتفاع او ان هو يغير لونه. فانا كده هبدأ اضيف عليه بقى ظرفين من الفانيليا البودر. يفضل لو مش هتستخدمي ماء ورد او هتعمليه مارشميلو عادي زي ما انا عملته قبل كده معاكم في القناة، يفضل ان انت تحطي فانيليا سائلة عشان طعم الجيلاتين او ريحته. فانا دلوقتي حطيت 2 من الفانيليا البودر لاني لسه هحط ماء ورد، ودي طبعا هتبقى كفيلة جدا جدا ان هي ما تخليش اي طعم او ريحة مش مفضل. فانا دلوقتي حطيت معلقة كبيرة من ماء الورد وهبدأ اخفق كويس جدا. وهوريكي كمان خطوة كده تعرفي ان القوام نجح معاكي وخلاص كده. هنوقف خفق بالمضرب. شوفولي بس لونه اتغير ازاي وبقى لونه ابيض كده زي الكريمة. مجرد ما رفعته ولقيته سيل كده يبقى لسه محتاج يتخفق تاني. هستمر في الخفق وهقولك تعرفي ازاي لما بتيجي ترفعي. شوفولي شكله عامل ازاي، عمل منقار، يبقى كده القوام معايا ناجح 100% ان شاء الله. بس هديله خفقة تانية وهسيبه لمدة 3 دقايق وانا بخفقه بالشكل ده. لما يبدأ يطلع معايا على المضرب ويعمل كده
يبقى كده معناه ان هو خلاص بقى استوى على الاخر بقى، كفاية ضرب. هننزله بقى من على المضرب بالشكل دوت، وهبدأ دلوقتي نشوف الخطوة اللي بعد كده. جهزت صينية صغيرة وبدأت أحط فيها كيس تلاجة ودهنته زيت. بعد كده حطيت زبيب. المفروض يا جماعة ما تعملوش زي في الخطوة دي أبدا. يعني المفروض أحط جوز الهند الأول وبعد كده أحط الزبيب. لا، أنا عملت العكس بقى، حطيت الزبيب وبعد كده حطيت جوز الهند. المفروض بحط جوز الهند الأول والزبيب بعد كده علشان المارشميلو يلزق على طول، أو القشطة عفوا، في الزبيبة، ويبقوا يعني متجانسين كده أو لازقين في بعض، بحيث ما تقعش منها زبيب أو حاجة. بس مش مشكلة يعني، غلطة ولازم يعني نصلحها. فأنا بعد ما خلصت كده افتكرت، فبدأت كده أنفض كل زبيباية. تخيلوا كل واحدة بقيت أنفضها من على من جوز الهند، وأبدأ أحطها من أول وجديد. يعني معاناة، فبقول لكم في الأول نحط بس الجوز الهند وبعد كده نحط الزبيب. المهم بقى فضينا القشطة بتاعتنا بالشكل دوت، وهبدأ أوزعها وهقول لكم هنوزعها ازاي بكل سهولة، من غير ما تبوظي يعني او تهدري اي حاجة. كده حطينا اهو، وهبدأ احط الزبيب. خلاص اتعلمنا من اول غلطة، في الطبقة اللي من فوق بنحط بقى الزبيب الاول، بعد كده جوز الهند. هنحط رشة محترمة بالشكل دوت، واتأكد ان انا وزعتها كويس جدا على الوش، عشان لما اجي اضغط دلوقتي وابدأ اسوي الوش يعني ما يلزاش في ايدي كتير. يعني انا بحاول بس اشيل برضو اي شوائب او اي حاجة، وابدأ اضغط كده ضغطة بسيطة بكفة ايديا بالشكل دوت. انا كده منها بلزق الزبيب على القشطة، وكمان في نفس الوقت بفردها وبخلي الوش. بعد ما هنسويها هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها من 6 ل7 ساعات من غير ما نحطها في التلاجة. يعني هنسيبها في المطبخ او برا، في الصالة، في اي مكان يعني يكون الهواء اللي فيه عادي طبيعي جدا جدا، وهنسيبها فيه. هتاخد من 6 ل7 ساعات، وهنبدأ نخرجها مع بعض. بس انا بالنسبه لي عشان ما اكدبش عليكم سبتها ساعتين بس، لاني كنت مستعجله جدا جدا، لاني كنت بصور بالليل متاخر، وكنت خلاص بقى عايزه اخلص كل حاجه بحيث يعني اكون خلصت الفيديو. فانا كده بعد ساعتين بالظبط، اللهم بارك، شوفوها متماسكة وشكلها حلو ازاي. ما بالكوا لو قعدت ال6 ساعات هتبقى اجمل بكتير. يعني انا سبتها لتاني يوم بقى بعد ما قطعتها، وسبتها لتاني يوم طبعا حطيتها في مكان مغلق، يعني كرتونة يعني خاصة بالحلويات، او يعني اكياس وكده، واتأكدت ان هي مقفولة كويس. والله كانت تحفة. المهم بقى انا خرجتها كده وبدأت احط جوز هند كده في الأطراف، بحيث يعني أعرف أقطعها كويس. وجبت سكينة دهنتها دهنة زيت، دهنة من الزيت، وهبدأ أقطع كده مكعبات متوسطة إلى حد ما علشان تبقى حلوة معايا، يعني زي ما بنجيبها من بره. قطعناها بالشكل دوت، وحطيت في طبق كده جوز الهند، وبدأت اخد كل قطعة واعملها من الجناب بالشكل دوت. اتأكدي ان انت تكوني غطيتيها كويس بجوز الهند من كل الجوانب. بصوا هشة وطرية ازاي، بجد يعني خطيرة. هنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة.
كده خلصنا الكمية كلها بنفس الطريقة، وشوفوا شكلها حلو ازاي، اللهم بارك. يا رب النهاردة يعجبكم الفيديو وتبدأوا كده تطبقوا الفيديو بتاعي، وان شاء الله يعجبكم طريقتي في عميل القشطة بتاعت حلاوة المولد. هي نفس طريقة المارشميلو اللي عملناه مع بعض قبل كده، بس عايزة اقول لكم دي طعمها حلو جدا جدا عشان طبعا عليها زبيب وجوز هند. فيا رب الوصفة النهاردة تعجبكم، واشوفكم فيديو جديد قريب جدا جدا ان شاء الله، وكل عام وانتم بألف خير.